وصفة اليوم مانجا البودينج بطريقة صحية. خلينا نعرف طريقة التحضير ونتعرف على المكونات. رح نحتاج ل 400 جرام مانجا، عنا 4 معالق كبيرة بذور تشيا، عنا حليب جوز الهند كوب، وعنا محلي ستيفيا يا مونك فروت، ورح نستخدم للزينة جوز الهند، فستق حلبي ومانجوز. هلا أول إشي بدنا نهرس المانجا. أحط المانجا بالخلاط، تقريبا مستخدمين 400 جرام مانجا. يفضل تكون مستوية عشان يكون سهل الهرس. المانجا الحلو إنها عالية جدا بفيتامين A وبيتا كاروتين، كتير مهمة للبشرة وللمناعة. هلا رح نخلط المانجا. هلا خلطنا مكونات المانجا. انهرس تمام كتير منيح. هلا رح نضيف عليه كوب من حليب جوز الهند، لانه دائما جوز الهند مع المانجا كتير بيلبق وبيعطي نكهه كتير طيبه. رح اخلط الحليب ورح نخلطهم بالخلاط كمان مره ليتجانسوا. تمام. تمام هيك خلطناهم. هلا شو رح نعمل؟ هلا ممكن تدوقوا. انا دائما المانجا بحكي ما بدها تحلاي لانه في عندها تحلاي طبيعيه، بس بتقدروا تضيفوا محلي اذا حابين تضيفوا تحلاي اكثر. حدوقها. انا الصراحه مش شايفه انها بدها سويتنر، السويتنر اضافي. حلاوه المانجا بتكفي الصراحه. هلا رح نحط اجيب معلقه. هلا ولا اشي رح نحط بذور التشيا، رح نخلطها كتير منيح، نوزعهم. لازم يتوزعوا كله بشكل كتير منيح. بذور التشيا فيها اوميجا 3، رح تتشرب كمية كبيرة من السوائل وتصير هي لسه بدي اجيب معلقة كبيرة. دقيقة، خلينا نجيب معلقة أكبر نخلط. اوكي هاي هيك كله مع بعض. هي البذور التشيا رح تتشرب ويصير عندنا البودينج. هذا البودينج تقدروا تعملوه قبل بيوم وبتحطوه بالثلاجة، وممكن انا هلا اخلطه شوي بالخلاط عشان يتجانس اكثر. طيب خليني انزلها. تمام رح احطهم قبل بالثلاجة، رح اخلطهم شوي احتياطا. يلا تمام اوكي. هيك البودينج جاهز، كتير سهل، تقدروا تحضروه قبل بيوم. بتقدروا تاخذوه اذا كتحلاي او بديل حبة فاكهة وتستخدموه، وبتقدروا تاكلوه الصبح مع شوفان او لحاله، مكون لحاله. طيب هلا طبعا هذا بعمل لنا تقريبا 4 اكواب. تمام خلينا نحط، حتى هي بدها تلاحظوا بدها يجمد شوي. رح احط كمية هون، خلي شوي للزينة. رح احط الثانية وراح اعمل اوكي
تمام. هي بتعمل تقريبا 3، خلينا نطول وحدة تانية. طيب خليني احطها كمان هون. يعني هاي الكمية بتكفي ل4، فبتطلع تقريبا، بس انا عملتها بقطع كبيرة. تمام. هلا رح احطها بالثلاجة. كل الوصفات موجودة على erubadiet.com عند قسم الوصفات الصحية، فيه وصفات حلوة كلها بتيجي مع نيوتريشنال فاكت، سعرات حرارية، قد ايه حجم الحصة وقد ايه كل المعلومات. هيك جاهز. هلا بدنا نحطه بالثلاجة ونزينه بعدين بباقي المكونات اللي هي عندنا المانجوز، الفستق الحلبي والجوز الهند. رح نحط أول إشي جوز الهند، بعدين رح نحط شوي من المانجا، تمام بهاي الطريقة. تقدروا تزينوا بفواكه تانية، بس لأنه مانجا بودينج. وآخر إشي راح نحط فستق الحلبي. وصحتين وعافية. ممكن وجبة فطور، وجبة سناك صحية، مانجا التشيا بودينج.